من أخطر وأبشع أنواع البشر اللي ملوش عزيز ولا غالي. ده بقى يا ساتر يا رب، ربنا فعلا يحمينا من النوعية دي. الشخص اللي مش بس بيقول كده بالكلام، لا ده بيعمل كده بالفعل، سواء عمل كده في دوائر حواليك أو عمل كده معاك أنت شخصيا. ده مستوى من الجحود أصحابه كتير بيبقوا فخورين وهما بيتكلموا عنه. لما تلاقي حد في كلامه مهتم قوي إنه يبروز إن واحد من صفاته إنه ملوش عزيز، ده تترعب منه مش تخاف بس. لأن اللي ملوش عزيز ولا غالي ده شخص قلبه ما يعرفش الرحمة، ما يعرفش اللين، ما يعرفش إن الحياة طول الوقت فيها مساحات ما بين الحب وما بين الكره، فيها مساحات إنسانية ينفع جدا فيها نسامح بعض ونتعامل بشيء من الرفق مع بعض. أي شخص قدامك يعلن بمنتهى الصراحة إنه ملوش عزيز ولا غالي، انسحب فورا. في لحظة من اللحظات ممكن جدا تكون أنت الغالي أو العزيز اللي هو ملوش فيه إطلاقا وهيبيعه في ثانية. وأحب جدا بقى أعرف رأيكم في الكومنتات. هل فعلا الناس اللي ملهاش عزيز ولا غالي ممكن مثلا تكون بتقول كده من باب إن هو بترسم صورة، ولا فعلا اللي بيقول كده بالكلام بيعمل كده بالفعل؟